تتواصل تداعيات قرار مجموعة البريكس رفض طلب انضمام الجزائر إليها، والذي أظهر للجزائريين حقيقة بلادهم التي لطالما ادعت تبو أنها جزائر جديدة وقوة ضاربة في المنطقة. حيث كشف موقع جزائري نقلاً عن مصادره أن اجتماعاً متوتراً للغاية جمع الرئيس عبد المجيد تبون وسعيد شنقريح قائد الأركان بسبب ما بات يعرف بفضيحة البريكس، اتهم خلاله تبون شنقريح بتحريض إعلام المخابرات ضده لتشويه صورته، وهدده بتقديم استقالته من الرئاسة وخلق أزمة سياسية في البلاد. وكشف الصحفي الجزائري وصاحب الموقع المذكور عبدو سمر في خبر حصري أن هذا اللقاء تم بحضور اللواء بومدين بن عتو مستشار تبون المكلف بالشؤون المتعلقة بالدفاع والأمن، حيث تم تنظيمه بشكل عاجل لمناقشة العواقب الوخيمة والتأثير النفسي والسياسي لهذا القرار، والذي اعتبر مزعزعاً ومهدداً للاستقرار في الجزائر بعد كل الوعود السابقة التي قدمها تبون للجزائريين بأن مسألة الانضمام للبريكس محسومة، مشيراً إلى أن هذا القرار يعتبر ضربة قوية للنظام الجزائري وتم تناقله والتعليق عليه بشكل كبير وساخر على شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر وفي الشارع.